شكرا من كل قلبي على كل الدعم اللي انتوا دعمتوه ليا الفيديو اللي فات. شكرا من كل قلبي على كل الكلام الحلو اللي انتوا قلتوه، كل حاجة انتوا يعني كل الكومنتات اللي جات لي دي بجد ما كنتش متوقعة ردودكم عليها. شكرا من كل قلبي ليكم. جات لي اسئلة كتير جدا. يا شيماء انت عايشة فين؟ بتصرفي ازاي؟ آم، احكي لنا. فانا هقرر يعني هكمل بقية الحكاية واقول لكم إيه عوض ربنا عليا في ايه، انا عايشة فين وبصرف منين و... وكل الامور اللي انتوا كنتوا بتسألوني عليها هقولها لكم. بس ليا رجاء ان انتوا لايك كده كتير 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 وكومنتات يعني تشجعني وتقويني على اللي انا مريت بيه واللي لسه هنمر بيه. عايزاكم تحطوا لي لايك كومنت واشتراك في القناة، عايزاكم تشتركوا عندي ويعني القناة تكبر بيكوا وليكوا في ظهري كده وسند ليا. بصوا بقى، انا بعد ما حصل موضوع الطلاق اللي حصل ايه بقى؟ طبعا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات ان هو ما كانش بالسهل وامور كتيرة جدا، مش حابة ان انا اكررها تاني. آه بعد ما حصلت طبعا اكيد مش هقعد في نفس الشقة اللي انا كنت عايشة فيها، لان انا كنت عايشة في بيت عيلة. اكيد انا رحت قعدت عند ماما. طبعا من كرم ربنا عليا وستر ربنا اللي عليا ان انا يعني بابا لما يعني قبل ما يتوفى كان سايب لكل واحد شقة. ده كرم ربنا ليا وعوض ربنا ليا. ليه بقى؟ مش يعني الواحد ما بيحبش يبقى يعني ضاغط على حد، حتى لو كان اهلك. يعني بيجي فترة بتزهقي، المشاكل، ابنك عمل ابنك سوا، فاكيد طبعا في ناس كتيرة مرت بالظروف دي كلها. فماما ربنا يخليها عملت لي الشقة دي وخلاص، يعني هو بقى امر واقع، فوضبت لي الشقة بقدر الامكان على قد ما قدرت. وجبت الحاجة. طبعا طلوع الفرش من بيت لبيت ما كانش بالسهولة اللي انتم متخيلينها، كان موضوع صعب جدا. ف لا، ربنا كرم بعد فترة جبت الفرش. طيب، الناس اللي سألت هل انا جبت الفرش عن طريق قواضي ومحكمة؟ لا يا جماعة، انا ما جبتش الفرش عن طريق القواضي والمحكمة. احنا يعني عادي، الامور مشيت عادي بطبيعتها وسلاسة، طالما مش متفقين فخلاص، يعني كل واحد راح لحاله وخلاص. فما كانش في مشكلة ان انا اخد الفرش يعني مش طلبته في موضوع المحكمة ان انا اخد. هو صحيح انا كلما بدأت المشكلة انا بدأتها ان انا رفعت قضية وكده، بس الموضوع انتهى مش بالقواضي، الحمد لله الموضوع انتهى آم، عادي جدا، ودي وكل واحد راح لحاله وكل واحد عاش حياته خلاص، يعني ما فيش اي مشاكل. وخدت الفرش بعد سنة، يعني انا بعد ما سبت البيت قعدت سنة لما حصل الطلاق. وطبعا كل ده كنت قاعدة مع ماما في البيت انا وابني. بعد سنة حصل الطلاق وحصل ان انا خدت الفرش. فزي ما قلت لكم ماما ربنا يصلح حالها ويخليها لينا ويكرمها كده زي ما اكرمتني، ان هي عملت لي الشقة، وانا لما جبت الفرش حطيت الحاجة فيها. فده كان من كرم ربنا عليا ان انا كان في شقة فاضية في البيت وانا قعدت فيها. لان مش كنت هستحمل بقى إيه ابنك عمل ابنك سوى، كان زي ما اي حد هيتعرض في الموقف ده. ده عوض ربنا ليا ان انا كان عندي شقة فاضية في البيت فقعدت فيها، وده من كرم ربنا وستره عليا. طيب يا شيماء، بتصرفي منين و...
يعني بتجيبي طلبات بيتك ازاي؟ طبعا يا جماعة، عايزة اقولكوا يعني اشتغلت فترة، والفترة دي كانت اشتغلتها في حضانة طبعا، لان مش هفضل قاعدة مستنية الشغل طبعا يجيلي، اكيد ما فيش شغل، والواحد بيتعب ولف كتير وبتاع اللي عند ما يلاقي شغل. عند ما ربنا كرمه واشتغلت في موضوع الحضانة، الواحد اتعذب حقيقي، والشغل في الخاص ده بهدلة، وبحسه قلة قيمة، ان في ناس بتقعد، وخصوصا لو الشخص اللي بيتحكم فيكي ده واحدة ست، اصعب بكتير من التعامل مع الراجل. كان صعبة جدا. قعدت سنة شغالة، سنة في سنة، لعند قلت خلاص مكنتش قادرة. ليه بقى؟ انت بتتعاملي في الحضانة ده باليوم طبعا، اليوم اللي بتروحيه بتتحاسبي بيه. فكان لو جينا بصينا على اليوم، تقريبا كان اليوم بيقف ب25 جنيه، فاللي هو الحمد لله مش مكفي اي حاجة. ولو جبتي يوم ادي خصم. غير كده انت بتتعاملي مع اطفال، ومعاكي كام طفل في الفصل، وتعلمي والف والباء وهكذا، واسكت يا حبيبي، وده عايز ياكل، ده عايز يدخل توالت. فالموضوع كان صعب، فبيبقى فيه ارهاق ذهني، وطبعا الفلوس اللي كانت بتطلع من الحضانة ما بتكفيش. طبعا الاكل والشرب طبعا كلهم على ماما، يعني انا باكل وبشرب مع ماما. طلبات البيت ماما هي اللي بتبقى مسؤولة عنها. اي نعم، انا اللي بنزل اشتري وكل حاجة، وطبعا انا يعني اتعودت واتجرأت ان انا انزل السوق اشتري طلبات، وابقى عارفة ايه ده وايه المفروض اجيبه وايه المفروض ما اجيبهوش، وازاي انقي الحاجة. كل الحاجات دي كلها اتعلمتها واحدة بواحدة. لما كنت اجيب الحاجة بايظة، ماما تقعد تقولي لا دي ما ينفعش، دي المفروض تجيبيها كذا كذا كده. لعند ما واحدة واحدة بدأت اتعلم، وبدأت انزل السوق لوحدي، اشتري الطلبات، اشوف طلبات البيت كلها ايه، وهكذا زي ما بتشوفوا في الفيديوهات. فطبعا زي ما قلتلكوا كده، ده يعني مصاريفي واكلي وشربي انا ومحمد على ماما. ربنا يخليها يعني ويكرمها ويجزيها كل الخير. محمد بقى، بابا بيبعتله فلوس، بيبعتله الفلوس اللي هو بيبعتها كانت يدوب، او يعني الفلوس اللي هو بيبعتها يدوب، والله العظيم انا باخدها من هنا وبديها للدروس من هنا. يعني الفلوس اللي هو بياخدها ما يعني مش بستفاد منها بأي حاجة، لأن والله بتطرح كلها على الدروس، فتعتبر أكنها مش موجودة. فزي ما قلت لكم، ماما هي اللي بتصرف. بدور دلوقتي على شغل وربنا يكرمني، ادعولي كتير كتير ان ربنا يكرمني ويرضيني ويعوضني خير. الناس بقى اللي بتدخل بالمظاهر، ان المظاهر غلابة يا جماعة، المظاهر غلابة جدا. الناس اللي بتدخل وتقول ايه ده بص الشقة عاملة ازاي، ده بص الفرش عامل ازاي. ده احنا في ناس تتمنى يبقى عندها الحاجات اللي عندك. لا يا جماعة، والله ما تتمنوش. انتوا لو كل واحد هيبص ده عنده ايه وده عنده ايه، انتوا ما تعرفوش هو حياته عايشة ايه. ما يمكن تعبان، ما يمكن عنده حاجات كتيرة جدا. فما ما يعني ما تبصوش لحياة حد، ركزوا كل واحد يركز في حياته. ان اكيد انت ما تقدريش تشيلي الشيلة اللي انا شايلاها، وما تقدريش تعيشي عيشتي. ما تبصيش انا عندي ايه وما عنديش ايه. بص ان الحاجة على فكرة الحاجة دي كلها حاجتي تعتبر جديدة، انا ما استخدمتش اي حاجة وقت الجواز، يعني قلة قليلة. فالحاجات دي مركونة ملهاش اي 600 لازمة صدقيني. فما حدش يتمنى لحد عيشة حد، وكل واحد ربنا بيقدره على الشيلة اللي هو شايلها. ممكن ما تقدريش تشيلي شيلتي، وانا ما اقدرش اشيل شيلتك، فبلاش نبص لحد. ان البيوت فيها كتير جدا،
واوعي تقولي دي عندها كاني ولا ماني. شوفي انا ابني محروم من ايه ومن حياة ايه، شوفي انا مش عايشة حياتي ايه. شوفوا حاجات كتيرة جدا ممكن ما كنش بتبقى ظاهرة للبني ادم، وممكن ما بقاش مظهرها لحد، بظهر بضحك وبهزر وكل حاجة، بس انتي ما تعرفيش انا جوايا ايه. فبلاش نقول ونحكي دي اتعملت دي سوت، لا. كل واحد يقول الحمد لله على العيشة اللي هو عايشة، الحمد لله ان احنا مستورين، الحمد لله ان ربنا ساترنا الدنيا واخرة. ديت اهم حاجة، وديت صدقيني ان الصحة والستر والرضا دي وانك تيجي وانتي نايمة كده اخر الليل، حاطة راسك على المخدة نايمة مرتاحة، ولا انتي ظلمت حد ولا ده، دي بالدنيا كلها، وهي دي الحياة. طولت عليكم كتير ومعرفش، كنت حابة ان انتوا تسمعوني وحابة اسمع رأيكم في الكومنتات ايه، وحابة ان انتوا تدعموني كتير كتير. نفسي القناة تكبر. هي في الاول انا كنت يعني بصوا، الدنيا مزنقة مع الواحد، وربنا يفكها على الكل ويكبر بخاطرنا اقول لكم بقى انا عملت ايه. او اهم حاجة زي ما قلت لكم، ما تهتموش لكلام الناس. لو اللي احنا اهتمينا لكلام الناس والله ما هنخلص، لان الناس لو انت اتجوزتي ده اتجوزت، لو اتطلقتي ده اتطلقت، لو ما خلفتش ده ما خلفتش. يا ترى ما خلفتش ليه؟ يا ترى اتطلقت ليه؟ يا ترى جوزها راح فين؟ يا ترى يا ترى في كلام الناس ولا هيقدم ولا هيأخر. فما تهتميش، اهتمي بنفسك، اهتمي بابنك، اهتمي ببيتك. اوعي تيأسي دوما من رحمة ربنا عليكي، اوعي في يوم من الايام تيأسي. ربنا ممكن يضيقها عليكي كتير كتير، بس لما بيفكها هتلاقي عوض ربنا ليكي كتير، وتقولي يا رب أعمل يعني ما كنتش متخيلة العوض ده كله او الكرم ده كله. صدقيني ربنا لما بيرزق بيرزق يعني. فاحنا انتي تدعي ربنا ان ربنا يكرمك وربنا يوسع رزقك، وربنا يسترنا دوما دنيا واخرة، ويرضى عنا ويجعلنا من اهل الجنة. بصوا بقى هنا الشفشق بتاعي كان اتكسر، اللي هي الحتة الصغيرة من تحت ديت اللي بتدخل في المجرى كانت اتكسرت. فمن سنة ونص جيت سألت عليها، على الدراع الأصلي قال لي 150. فقلت تمام، وقتها لما يبقى ربنا يكرم ويبقى معايا هبقى اشتريه. بعدين ايه، عدى سنة في التانية، فروحت عشان أسأل عليه، قالوا ده ما بقاش بينزل الدراع. فبالصدفة كده لقيت حد بيصلح، فبسأله بالصدفة قال لي موجود ومش عارفة ايه، بكام يا عمو؟ قال لي ده ب50 جنيه. قلت ماشي، ده التقليد. فقلت الحمد لله. ليه بقى؟ لان انا لما سألت ان انا كنت هجيب شفشق تاني عشان بس الدراع، لقيت الشفشق لوحده ب750 جنيه. فقلت ايه الاسعار بقت عاملة كده ليه؟ الدنيا غليت جدا. فالحمد لله حسيت ان انا احييت الخلاط من اول وجديد. طبعا الفيديو الاكله ديت انا هبقى انزلها لكم بالتفصيل، بس ديت ايه يعني مقتطفات كده. انا عملت شويه سجق بالخضار وكده، ومعاه شويه مكرونه شرايط. ان شاء الله هبقى انزلها لكم فيديو منفصل لوحده. وجربوها بطريقتي مش هتندموا ابدا. معلش بقى الكبشه بتاعت المكرونه انا ما لقيتهاش، فاضطريت بقى اتصرف. ومحدش يقول لي انت مشمره كده ليه، هقولكم انا مش عارفه فعلا انا كنت مشمره كده ليه، بس كنت بحاول اخلص حاجات كتيره حواليا.